أنا مهندسة وجوزي كان شاعري وعاطفي جدا، وأنا عملية وعقلانية جدا. خلفنا رؤية ورهام. رؤية كانت زي أبوها شاعرية وعاطفية، كنت دايما مش مرتاحة لده. كنت بحب هدوء رهام وعقلانيتها. طول حياتي كنت بقارن بين البنتين، وكنت قاسية على رؤية، دايما بحاول أغيرها لكن ما اتغيرتش. زوجي كان دايما في صف رؤية. لما مات الدنيا اتقلبت. رؤية انعزلت عني خالص وابتدت تبعد، وده خلاني أضغط عليها أكتر، لحد ما في مرة سابت البيت واتهمتني إني ما بحبهاش. لقيتها عند صاحبتها. كلمني والد صاحبتها وقال لي أنا عايزك تحبي اختلافها. فهمني إن رؤية محتاجة حب، إن مش لازم تكون زيي علشان أحبها. اتجوزت رؤية ومشيت من البيت، لكن برضو كانت بعيدة عني. بعد كده اكتشفت إن عندي سرطان. رهام زي عادتها كانت عقلانية وبتدعمني بحساب، لكن رؤية بكت بحرقة ودعت لي وفضلت جنبي بحب ومعايا في كل خطوة. لأول مرة في حياتي حسيت بقيمة المشاعر اللي عمري ما فهمتها، وقد إيه حضنها كان بيهون عليا الألم.